للصدمات تأثير كبير على النفس الإنسانية، وهذا التأثير لا يشمل الجانب النفسي والعاطفي فقط، لكن له جوانب أخرى مثل التأثير الجسدي والاجتماعي والروحي. وردة فعل كل إنسان إلى الصدمة تختلف من شخص إلى آخر، لكن أنا هنا اليوم عشان أشاركك كيف جسدك يتفاعل مع الصدمات وإيش يصير فيه إذا ما تم معالجة هذه الصدمات والتحرر منها. في نهاية الفيديو راح أشارككم مجموعة طرق تساعدك على التحرر. في حال كنت جديد هنا خليني أخذ ثواني للتعريف بنفسي. اسمي كوتش رباب آل هنيدي، مهتمة بمواضيع مثل التشافي، الزواج، تطوير الذات. فإذا كنت مهتم بهذه المواضيع أول شيء بليز اعمل سبسكرايب، والشغلة الثانية لا تنسى تشيك متجري لأن فيه مفكرات تساعدك على التشافي وعلى تحسين نفسك قبل الزواج. قبل ما نبدأ في مناقشة الأمور المهمة خلوني أناقش معاكم على السريع أنواع الصدمات. ويقال أن هناك 4 أنواع من الصدمات. النوع الأول يسمى بالصدمة أو الشوك، وهذا يحدث إذا تعرضت إلى صدمة فجائية، زي مثلا أحد مات فجأة، زي صار فيضان، صار بركان فجأة، زي لما تكسر يدك فجأة. النوع الثاني من الصدمات يجي نتيجة قلق متراكم، مثلا تشتغل في عمل يحمل كثير من الضغوطات وعلى مدى سنوات، أو مثلا تعيش وسط عائلة تسبب لك كثير من الضغوطات النفسية، أو كنت طالب تدرس في بيئة وعندك سوبرفايزر يسبب لك كثير من الصدمات النفسية، فأنت على الأغلب تعيش صدمة نتيجة هذا القلق المتراكم. أما النوع الثالث من الصدمات فهو ينتج عن صدمات طبية، خطأ طبي صار لك في المستشفى، تعرضت إلى معاملة سيئة من الطاقم الطبي، تعرضت إلى تشخيص خاطئ وإلى آخره. أما النوع الرابع والأخير فهو الصدمات اللي تجي نتيجة أحداث الطفولة، ونشمل هنا من فترة حمل والدتك فيك، من وانت جنين في بطنها هل تعرضت إلى صدمات ولا لا. أيضا ال3 سنوات الأولى من عمرك تعكس كثير من المشاعر المخزنة في جسدك اليوم. فأنا حبيت أناقش أنواع الصدمات أول شيء عشان تعرف أنت وين مكانك اليوم، أي صدمة قاعد تتعرض لها، وثانيا لأن ناس كثير تربط مفهوم الصدمات إلى النوع الأول فقط أو النوع الرابع اللي هو تربطها بأحداث الطفولة أو تربطها بمثلا وفاة أحد فجأة. عموما خلونا نتعرف إيش يصير فيك، في جسدك، في عقلك، في بطنك، في جهازك العصبي إذا تعرضت إلى هذه الصدمات. وأول شيء أبغى أناقشه هو موضوع العقل. يقال أن تعرضك إلى الصدمات اللي يرفع القلق والتوتر عندك ممكن يغير من شكل عقلك، وإذا تغير شكل عقلك راح تتغير وظيفة العقل. فمثلا هناك جزء أمامي من العقل يعرف بالفرونت لوب، هذا الجزء مسؤول عن مقدرتك على التفكير بعقلانية، على تحليل الأمور، على النظر إلى إيجابياتها وسلبيتها. بس إيش يصير فيه إذا تعرضت إلى صدمة؟ يتوقف عن العمل تماما. أيضا هو يعتبر مركز النطق، عشان كذا نشوف ناس كثير من يتعرضوا إلى صدمة إيش يصير؟ يتوقفوا عن الكلام. وممكن نلاحظ هالشيء بشكل كبير في الأطفال. إيش يصير إذا ماتت أمه، إذا ماتت والدته؟ يمكن ينزوي بنفسه، يمتنع عن الكلام والتواصل مع الآخرين. أما الشغلة الثانية فالصدمة ما تكتفي فقط بتأثيرها على العقل، لكن تشمل الجهاز العصبي. أنت إذا تعرضت إلى صدمة يتفاعل جهازك العصبي ويدخل في وضعية المحاربة أو الهرب، وإذا ما عرفت كيف تهدي هذه الوضعية وترجع جسمك إلى وضعية الهدوء فراح تعيش سنوات طويلة من عمرك وأنت في وضعية الهرب، وتستشعر وجود الخطر حولك مع أنه ما في شيء، الخطر راح وزال وانتهى، فتصير مو قادر على التمييز بين الخطر الحقيقي والخطر المزيف. وممكن نلاحظ تبعات هذا الشيء في شخصيتك، تصير إنسان انفعالي، إنسان سريع الغضب. أما بالنسبة إلى تأثير هذه الصدمات على البطن فكلنا نعرف العلاقة الوثيقة بين النفسية وصحة البطن، وهذه ممكن نلاحظها بشكل كبير في الناس اللي يعانوا من القولون العصبي. إيش نصيحة الدكتور لهم؟ هدئ من نفسيتك، هدئ من عصبيتك، عشان هالشيء ينعكس بشكل جيد في صحة بطنك. أيضا الإنسان وقت تعرضه إلى الصدمات الهضم عنده يصير أبطأ، وإذا صار في مشاكل في عملية الهضم معناتها
الأكل ما راح يتم هضمه بشكل كويس، ما راح يتم امتصاصه بشكل كويس، وراح تظهر مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، الإسهال، ارتجاع المريء وغيرها من المشاكل. طيب إيش من الحلول المتوفرة اللي تساعدنا على التحرر من تأثير هذه الصدمات جسدياً؟ أول الحلول اللي بقدمها هي تقنية الحرية النفسية، وهي تقنية تساعدك على التحرر من المشاعر السلبية عن طريق الطبطبة أو النقر في مواضع معينة في الجسم، منها بين الحاجبين، منها جانب العين وأسفل العين، الترقوة، ممكن فوق الفم وأسفل الفم، ممكن الساعد، وحنا نردد عبارات معينة تسمح لنا بالتخلص من الشعور بالألم بالأذى، تسمح لنا بالشعور بالتشافي. والحل الثاني اللي راح أقترحه هو التنفس. التنفس أداة عظيمة الناس مستهينة بتأثيرها. أنت بس انظر إلى أي شخص يروح مثلا الإمرجنسي الطوارئ ويكون في حالة هلع، إيش بيقول له الدكتور أول شيء؟ اهدأ، اتنفس. لأن التنفس أول شيء يساعد إنه يهدي جهازك العصبي، يساعد إن ضغط الدم يرجع إلى مستواه الطبيعي، يساعد إنه يخفف من شعورك بالألم، شعورك بالقلق. فلا تستهين بالتنفس أبدا، خاصة أن التنفس أنواع. أحد أنواعه التنفس البطني، اللي وانت تتنفس شوي شوي تنفخ البطن بالهواء، منه اللي تعد فيه زي مثلا وانت تاخذ شهيق تعد إلى 3، وانت تعمل الزفير تعد إلى 7. أيضا عندنا التنفس الواعي اللي يساعدك أنك تحس بنفسك، تستشعر نفسك وانت تاخذ كل نفس. وآخر أنواع التنفس هو التنفس المرئي، اللي وانت تاخذ فيه شهيق تتخيل أشياء حلوة، زي لما نقول أنا أتنفس الحب، أنا أتنفس القوة، أنا أتنفس الشجاعة. ولما تعمل الزفير أنت تطرد الشعور السلبي، فتردد جمل زي أنا أطرد الخوف أو الكسل. فخذ وقتك بتثقيف نفسك في أنواع التنفس وطريقة تطبيقها بشكل صحيح. أما الشغلة الثالثة والأخيرة اللي راح أنصحك فيها هي أنك أنت تدعم نفسك، تدعم جسدك بالغذاء المتوازن الشامل اللي يدعم صحة جهازك الهضمي، يدعم الكبد، يدعم عمل الهرمونات. لأنك في حال كنت مستمر على نظام غذائي خاطئ، فهالشيء هذا يزيد من شعور جسدك بالتوتر، يزيد من الكورتيزول، يزيد من الالتهابات. فتبغى تقلل من تناولك إلى السكريات، الحلويات، المقالي، أي نوع من أنواع الأطعمة يثير فيك الحساسية أو الالتهابات. أيضا بإمكانك أخذ مكملات مثل مكمل المغنيسيوم اللي يدعم صحة العقل وصحة البطن وصحة الجهاز العصبي. ممكن نشمل في غذائنا أنواع من الشاي اللي تساعد على الاسترخاء مثل شاي البابونج وشاي اللافندر وغيرها من الحلول. في الأخير اللي أبغى أذكرك فيه، ترى كلنا كبشر تعرضنا إلى نوع من أنواع الصدمات في حياتنا، لكن مو كل الناس ردة فعلها واحدة. ففي ناس قدرت تتجاوز، لكن في ناس الصدمة سحبتها إلى الأسفل. فضروري تجلس مع نفسك، تقيم حالك، إيش الخطوات والحلول المتاحة لك واللي تقدر تسويها، واستمر فيها. تذكر أن التشافي من الصدمة ما يحدث في يوم وليلة، لكنه يأخذ بعض من الوقت، لأن حنا مو قاعدين نعدل في النفس والجسم من الخارج فقط، لكن أيضا التعديل داخلي على مستوى حيوي وكيميائي. عموما وصلنا إلى نهاية الفيديو يا أصدقاء. أتمنى فيديو اليوم كان خفيف لطيف عليكم. إذا أعجبكم بليز ما ننسى اللايك والاشتراك، وألقاكم في فيديو آخر.